منذ بدء الخليقة ومع أول جريمة قتل في التاريخ كان القتل ليه سبب، زي قابيل وهابيل مثلا، وظل القتل لفترة طويلة ليه أسباب ناتجة عن الضعف البشري، وكانت البشرية بتتعامل مع الشكل ده بطريقة عادية. لكن المشكلة ظهرت لما أصبح القتل بدون سبب، لما أصبح القتل وسيلة للاستمتاع وطريق للشهرة والتخليد في صفحات التاريخ. العالم بقى مكان خطر لما أصبح القتل بدون سبب منطقي، وده بالظبط كان رأي المحقق سومرسيت. طب هو مين سومرسيت ده أساساً؟ وده اللي هنعرفه مع حلقة مراجعة فيلم 7 بطولة براد بيت ومورجان فريمان. فخليكم معايا، أنا كريم الخولي وده فلاش باك. يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحر الخفي. بتبدأ الحكاية مع المحقق سومرسيت، المحقق المشهور في جرائم القتل، واللي بيستعد انه يعتزل ويبتعد تماما عن العالم اللي فضل عايش فيه لمده تفوق ال 30 سنه. ومع اقتراب اعتزاله بيتعرف على محقق جديد وصل مدينه نيويورك، وهو المحقق ميلز. ميلز شاب لسه بيبتدي حياته ومتزوج من تريسي، واضطرته الظروف انه ينتقل لمدينه نيويورك، وبيبدا رحلته الجديده مع سومرسيت في جريمه قتل تعتبر من اغرب جرائم القتل اللي شافوها في حياتهم، وهي انهم تم تبليغهم بوجود راجل مقتول في واحدة من الشقق. لكن الراجل ده بدين جدا بشكل صعب تخيله. بس برضه هو ايه الغريب في الموضوع؟ الغريب في الموضوع هو طريقة القتل، والطريقة كانت ان الشخص ده مات من كتر الاكل. بس ده برضه ما يفسرش الموضوع، وهو ان ازاي الراجل ده اتقتل في الاساس. الراجل ده مات لما تم ارغامه بان يفضل قاعد في مكانه لفترات طويلة ويفضل ياكل وياكل لحد ما اجهزته الداخليه انفجرت من كتر الاكل اللي دخلها بالعافيه. ولما البوليس اكتشف الجثه حاول انه يلاقي اي اثر القاتل اللي ارغم الضحيه على الفعل ده، لكن ما عرفوش يوصلوا لاي حاجه. لكن في نقطه دخلت الشك في دماغ سومرسيت، وهي انه ما فيش اي دافع للقتل. المهم ان في اليوم اللي بعديه بتظهر جريمه قتل جديده، وهي جريمه قتل لاحد المحامين المشهورين، واللي وجدوه مقيد ومرمي على ارض مكتبه بعد ما اتقطع جزء من جسمه وفضل ينزف لحد ما مات. المحققين برضه وهم بيدوروا في مسرح الجريمه على اي دليل ما لقوش غير حاجتين، لقوا صوره لزوجة المحامي وعليها علامات بالدم، وكلمه جشع مكتوبه بخط كبير بدم الضحيه على الارض. المهم ان سومرسيت لما عرف بالجريمه الجديده وعرف بموضوع الكلمه اللي لقوها مكتوبه على الارض حس ببعض الشك، وحس برضه ان ممكن يكون في رابط ما بين الجريمه الاولى والجريمه الثانيه، وده اللي خلاه يروح لمسرح الجريمه الاولى علشان يحاول يدور على دليل جديد. وفعلا سومرسيت لقى الدليل الجديد واللي كان مستخبي ورا ثلاجه الضحيه، وهي كلمه مكتوبه بخط عريض بالدهن، وهي كلمه الشراهه. ومن هنا الصوره وضحت لسومرسيت، وابتدى يعرف ان في رابط ما بين الجريمتين، وان في نسق معين ماشي بين قاتل. والنسق هو اتباعه لفكره السبع الخطايا المميته، وهي فكره تنتمي في الاساس للمذهب الكاثوليكي بوجود 7 خطايا مميته للبشر، وهي الجشع والطمع والكسل والغضب والكبرياء والرغبه والحسد. وده خلى سومرسيت يدور اكتر في الكتب اللي بتتكلم عن الفكره دي. احنا طبعا هنتناولها بالتفصيل لكن في اخر الحلقه. المهم ان بعد كده بيتلقى سومرسيت دعوه للعشاء من تريسي زوجة ميلز، وده بيخلي سومرسيت يتعرف اكتر على حياتهم. وبعد العشاء بيقعدوا هما الاثنين علشان يفكروا في حل القضيه اللي شغالين عليها، فبيكتشفوا ان ممكن يكون الحل عند زوجة المحامي في الجريمه الثانيه، خصوصا ان زي ما قلنا قبل كده كان القاتل سايب علامه على صوره ليها. فبيروحوا هما الاثنين لزوجة المحامي وبيعرضوا عليها صوره من مسرح الجريمه علشان تقول لهم ان في واحده من الصور دي في لوحه متعلقه في المكتب لكن بشكل مقلوب. وده بيخلي سومرسيت وميلز يروحوا بسرعه لمسرح جريمه الجشع علشان يلاقوا دليل جديد، وهي بصمات القاتل موجوده ورا اللوحه، او هم كانوا بيظنوا انها بصمات القاتل، لانهم بعد ما اتعرفوا على البصمات عرفوا انها لشخص مريض نفسي وكان ليه تاريخ طويل في جرائم المخدرات والاعتداء والاغتصاب. ولما راحوا المكان المعروف عندهم لقوا مفاجاه كبيره، وهو انهم لقوا الشخص ده تم تقييده في سريره ووجدوه في حاله اقرب لحالات الاجساد المتعفنه والمتحلله من فتره كبيره، لكنهم بيكتشفوا ان الشخص ده مش ميت وانه لسه حي. ومع التحقيق والبحث لقوا ان الشخص ده تم ارغامه برضه بانه يفضل مقيد لسريره لمده طويله، وهي مده تقارب السنه، لحد ما جسمه تقريبا اتحلل ودخل في صدمه وغيبوبه طويله. واصبح الشخص ده هو ضحيه الخطيئه الثالثه، وهي خطيئه الكسل. ومع الجريمه الثالثه بيقدر سومرسيت انه يلاقي خيط من اللي ممكن انه يوصله لشخصيه القاتل، وهو ان القاتل اكيد كان بيستعير بعض الكتب المتعلقه بموضوع الخطايا ال7 من المكتبه العامه اللي موجوده في المدينه. ولانه محقق قديم على عكس ميلز، فهو كان عارف ان FBI بتتابع انماط القراءه عند الناس، وعن طريق ده ممكن يوصل لشخصيه القاتل. وبالفعل بينجح سومرسيت وبيقدر يعرف عنوان شخص كان مهتم بقراءه النوعيه دي من الكتب. ولما بيروح على العنوان ده وهم بيحاولوا انهم يفتحوا باب الشقه
القاتل بيشوفهم، وبعد ما بيشوفهم بيحاول انه يهرب، لكن ميلز بيجري وراه، لكن القاتل بينصب ليه فخ وبيحاول انه يقتله، لكنه برضه في رد فعل مفاجئ بيتراجع في اللحظه الاخيره، وده لسبب هنعرفه برضه في اخر الحلقه. المهم ان بعد كده بيدخلوا شقه القاتل وبيتاكدوا من انه الشخص اللي قام بالجرائم القتل الثلاثه، ومع بحثهم في شقه القاتل بيلاقوا دليل جديد ممكن يدلهم على الجريمه الرابعه. وفعلا في اليوم الرابع بيحصل جريمه قتل جديده في احدى اوكار الدعاره، والجريمه بتتم عن طريق ان القاتل ارغم احد الافراد انه يعاشر احد العاهرات باداه حاده ادت لقتلها بطريقه بشعه، علشان بكده تصبح الضحيه الرابعه وهي ضحيه الشهوه. ومع اليوم الخامس بيكتشف سومرسيت وميلز جريمه قتل جديده، وهي جريمه قتل لاحدى عرضات الازياء واللي القاتل قام بتشويه وشها وخيرها ما بين اختيارين، وهي انها تنتحر او انها تتصل بالتليفون علشان حد ينقذها، لكن الضحيه اختارت انها تنتحر على انها تنقذ نفسها وتعيش بوجه مشوه، وبكده اصبحت الضحيه الخامسه لخطيئه الكبرياء. وفجاه وبدون اي مقدمات بنلاقي ان القاتل بيسلم نفسه في اسم البوليس بكامل ارادته، لكن ده تصرف غريب جدا، لانه بالرغم من كل ده فلحد دلوقتي البوليس ما قدرش يوصل لشخصيته، وغير كده فهو لسه فاضل له 2 من الضحايا علشان يقدر يكمل الخطايا ال7. هو بعد كل ده فاضل له خطيئه الغضب والحسد. ويا ترى ايه سبب تسليم القاتل لنفسه؟ ويا ترى هو تخلى فعلا عن تحقيق خطته ولا تسليمه لنفسه بالشكل ده جزء من خطته اللي رسمها؟ وده اللي هنعرفه لما نتفرج على الفيلم. قصه الفيلم بتدور حوالين القاتل المتسلسل جون دوي، واللي بيعتقد انه هيطهر البشريه من خلال انه يقتل بعض الافراد من خلال نسق معين معتمد على فكره التطهر من الخطايا ال7 المميته. طب مين هو جون دو؟ وهل دوافعه حقيقيه؟ وايه هي قصه الخطايا ال7 المميته؟ بالنسبه لجون دو فاول حاجه لفتت نظري فيه هو اسمه. حسيت كده ان اسمه غريب، ومع البحث لقيت ان الاسم ده بيتم استخدامه من قبل الحكومه الامريكيه لاخفاء هويه اي شخص، زي مثلا الشهود في القضايا او اي متهم غير معروف الاسم. فاسم جون دو بيتم اطلاقه على الاشخاص مجهولي الهويه، وده اكد عليه سومرسيت لما عرف ان القاتل اخفى كل البيانات المتعلقه بشخصيته الحقيقيه. Because he's John Doe by choice. طب هل ادعاء جون دو بانه مرسل من قوه اعلى لتطهير البشريه صحيح؟ هو طبعا ادعاء خاطئ، وجون دو نفسه يعلم انه خاطئ، وده بان في جملته دي. We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common. It's trivial. We tolerate it morning, noon, and night. Well, not anymore. ومن الواضح من كلامه وطريقه اداء كيفن سبيسي انه تعرض لاحداث مؤسفه في حياته هي اللي اثرت فيه بالشكل ده، ولما سومرسيت واجهه انه بيستمتع باللي بيعمله وده يتنافى تماما مع الفكره اللي بيعتمد عليها، جون ما انكرش ده. فجون يعلم تماما ان كل افعاله سببها الانتقام من المجتمع مش تطهيره. الحاجه الثانيه، ايه هي قصه الخطايا ال7 المميته او الذنوب الكارديناليه في مسمى اخر؟ فكره الخطايا ال7 تم طرحها من قبل الرهبان في العقيده الكاثوليكيه لتحديد الخطايا الكبيره واللي بتحتاج للتطهر عن طريق الاعتراف للكاهن. قائمه الخطايا ال7 خضعت للتطوير خلال سنين طويله لحد ما وصلت لشكلها الاخير عن طريق البابا جريجوري الاول سنه 590 ميلاديا. نيجي بقى لنقطه مهمه لفتت نظري وما كنتش فاهمها، وهو ازاي جون دو اعتمد على ميلز في انه يكمل خطته، وان ميلز يبقى السبب الرئيسي في استقبال ضحايا خطيئه الغضب والحسد، مع ان ميلز كان لسه واصل المدينه بقاله كام يوم، وجون كان بيرسم خطته وبينفذها من سنه على اقل تقدير. هو عارف منين انه هيبقى موجود؟ طب لو ميلز ما كانش موجود كان جو هيكمل خطته ازاي؟ الحل الوحيد اللي وصلت ليه بعد تفكير كتير هو ان ميلز ما كانش في خطه جو من الاساس، لكنهم بعد ما اكتشفوا مكانه فاضطر انه يعيد جدوله خطته ويحطوا فيها ميلز. والفكره دي جات له وهو حاطط مسدسه على راس ميلز، لانك تستشعر في المشهد ده ان جو كان على وشك انه يموت ميلز، لكنه تذكر موقفه معاه لما كان متخفي في شخصيه المصور، وان ميلز شخصيه سريعه الغضب وممكن تكون هي الشخصيه الانسب لخطيئه الغضب، وده اتاكد منه لما جو حطه تحت اختبار صغير وحاول يستفزه وهو في عربيه البوليس، فميلز استسلم بسهوله لاستفزازه وظهر عليه الغضب بسرعه، ونظره الراحه اللي ظهرت على وش جو لما نجح في اغضاب ميلز اكدت لي ان فكرتي كانت صح، وهي ان ميلز كان غير موجود في الاساس في خطه جو. الحاجه الاخيره وهي ايه الفكره اللي بيدور حواليها الفيلم بيدور حوالين فكره ان العالم اصبح مكان صعب جدا مليء بالقتلى والمجانين، واصبح القتل فيه لاتفه الاسباب،
ومكان ما يستاهلش في الاساس اننا نعمل عشانه اي حاجه، زي ما سومرست ذكر في كذا موقف. طب احنا ممكن نتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ احنا ممكن نتعامل مع الموضوع ده من خلال موقفين او فكرتين متناقضتين تماما. والفكره الاولى هي اننا نهرب من العالم لمكان اكثر هدوءا ونترك الدنيا للقتله والمجانين، ودي الفكره اللي كان بيتبناها سومرست. او اننا نفضل نتمسك بالدنيا ونحارب علشانها، ودي الفكره اللي كان بيعتقد فيها ميلز. طب ايه هي الفكره الاصح من وجهه نظر صناع الفيلم؟ الفكره الاصح هي اللي قالها سومرست في اخر الفيلم على لسان إرنست هيمنجواي لما قال ان الدنيا مكان جميل يستاهل اننا نقاتل علشانه، وانه يتفق تماما مع الجزء الثاني من الجمله. سلام.